في هاد السنوات الأخيرة المغرب بدا كيدخل واحد المرحلة جديدة ومختلفة في التعامل ديالو مع ملف التسلح والدفاع. مرحلة كتقوم ماشي غير على الشراء والاستيراد من الخارج، ولكن على التصنيع والإنتاج داخل التراب الوطني. وهذا التحول ما جا حتى صدفة، بل هو نتيجة رؤية بعيدة المدى خدم عليها المغرب بهدوء وباستمرارية وبدعم مباشر من أعلى سلطة في الدولة. تسلم القوات المسلحة الملكية الأول دفعة من مدرعات واب 8/8 اللي تصنعات في المغرب وبالضبط في مدينة برشيد ماشي غير خبر عادي، ولكن مؤشر قوي على أن البلاد دارت واحد القفزة النوعية في مجال حساس وحاسم بحال الصناعة الدفاعية. طوال العقود كان المغرب بحال بزاف ديال الدول النامية كيعتمد بشكل شبه كلي على استيراد السلاح والعتاد العسكري من الخارج، سواء من الولايات المتحدة أو أوروبا أو بلدان أخرى. وهذا الشيء كان كيخلي القرار العسكري مرتبط بزاف بالاعتبارات السياسية والمالية ديال الدول المصدرة. دابا مع بداية التصنيع المحلي ولو بشكل تدريجي، المغرب كيبني واحد الاستقلالية استراتيجية اللي غادي يكون عندها تأثير كبير على المدى المتوسط والبعيد. مشروع تصنيع مدرعات واب 8/8 في المغرب بشراكة مع شركة تاتا أدفانسد سيستمز الهندية كيعكس واحد النوع ديال التعاون الذكي اللي ما كيوقفش غير عند شراء المنتوج النهائي، ولكن كيدخل نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات وبناء بنية صناعية قادرة على التطور مستقبلا. المصنع ديال برشيد ماشي غير وحدة للتجميع، ولكن منشأة صناعية فيها مهندسين وتقنيين مغاربة كيتعاملوا مع معايير عسكرية صارمة وكيشتغلوا بتقنيات حديثة، وهذا في حد ذاته استثمار في العنصر البشري المغربي. الخبراء كيجمعوا أن تسلم هذه المدرعات ما كيتعلقش غير بتلبية حاجة آنية ديال القوات البرية، ولكن داخل في إطار رؤية شاملة كتشوف الصناعة الدفاعية واحد الرافعة للأمن القومي وواحد الوسيلة لتعزيز السيادة الوطنية. ملي الدولة كتكون قادرة تصنع جزء من عتادها العسكري كتكون أقل عرضة للضغوط الخارجية وكتقدر تتصرف بحرية أكبر في اختياراتها الاستراتيجية. من الناحية العسكرية، مدرعات واب 8/8 كتعتبر إضافة نوعية للترسانة ديال القوات المسلحة الملكية، حيث مصممة باش تخدم في ظروف صعيبة خصوصا في المناطق الصحراوية والتضاريس الوعرة اللي كتشبه بزاف للمجال الجغرافي المغربي. هذه المدرعات كتوفر على مرونة كبيرة في الحركة وحماية عالية للجنود وقدرة على التكيف مع مهام مختلفة، سواء في حماية الحدود أو في عمليات التدخل السريع أو حتى في المهام الأممية خارج البلاد. اللي كيخلي هذا المشروع مهم أكثر هو أن التصنيع جا استجابة لطلبات مباشرة من القوات المسلحة الملكية، بمعنى أن كاين زبون رئيسي ضامن للاستمرارية، وهذا العامل أساسي في نجاح أي صناعة عسكرية. وجود طلب منتظم كيشجع المصنعين على الاستثمار وتطوير خطوط الإنتاج وتحسين الجودة بدل الاعتماد على طلبات عشوائية أو موسمية. من الجانب الاقتصادي، الصناعة الدفاعية ماشي غير سلاح ودبابات، ولكن منظومة كاملة كتخلق فرص شغل وكتحرك قطاعات أخرى بحال الميكانيك والإلكترونيات واللوجستيك والتكوين المهني وحتى البحث العلمي. كل درهم كيتستثمر في هذا المجال كيرجع بأثر مضاعف على الاقتصاد الوطني، خصوصا إلى تم توطين أكبر عدد ممكن من المكونات داخل المغرب. التجربة المغربية في هذا المجال بين أنها كتستافد من دروس دول أخرى دارت نفس الطريق وبنات صناعة دفاعية قوية انطلاقا من شراكات دولية قبل ما توصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي النسبي. المغرب دابا في البداية، ولكن المؤشرات كلها كتشير أن الطريق مرسوم بشكل واضح وبوتيرة محسوبة بلا تهور ولا استعجال. التعاون مع الهند بالذات عنده دلالة مهمة، حيث الهند راكمت تجربة كبيرة في مجال التصنيع العسكري ونجحات في خلق منظومة صناعية دفاعية كتخدم السوق الداخلي وكتصدر حتى الخارج. نقل هذه الخبرة للمغرب مع تكييفها مع الخصوصيات المحلية كيعطي فرصة حقيقية لبناء نموذج مغربي ناجح. عدد من المحللين كيشوفوا أن نجاح هذا المشروع غادي يشجع شراكات أخرى مع دول مختلفة، سواء في مجال المدرعات أو الذخيرة أو حتى أنظمة المراقبة والدفاع الجوي. ومع الوقت ممكن المغرب يتحول لمنصة إقليمية للصناعة الدفاعية، خصوصا نحو القارة الإفريقية اللي كتعرف طلب متزايد على العتاد العسكري، ولكن بإمكانيات مالية محدودة وكتفضل حلول قريبة جغرافيا وبتكلفة أقل. في هذا السياق الحديث على إمكانية تصدير المدرعات المصنعة في المغرب ماشي مجرد تكهنات، ولكن احتمال واقعي، خصوصا إلى حافظ المنتوج على الجودة المطلوبة والثمن التنافسي. دول إفريقية بزاف كتربطها علاقات سياسية وأمنية ليدة مع المغرب، وغادي تكون مهتمة باقتناء عتاد عسكري موثوق ومجرب في ظروف مشابهة.
من جهة أخرى، التصنيع المحلي كيمكن المغرب من تقليص الكلفة المالية اللي كان كيدفعها في الاستيراد خصوصا على المدى الطويل، وكيعطيه مرونة في الصيانة والتحديث بلا الحاجة للرجوع الدائم للمصنع الأجنبي. هذه الاستقلالية التقنية كتعتبر عنصر حاسم في زمن الأزمات، حيث الدول المصدرة كتقدر توقف التزويد أو تفرض شروط سياسية. هذا الورش الاستراتيجي اللي دشنو الملك بصفته القائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بدا كيعطي نتائج ملموسة وماشي غير شعارات. الانتقال من الكلام للفعل ومن التخطيط للتنفيذ كيبين أن المغرب ماشي داخل في مغامرة، ولكن في مسار مدروس مبني على تقييم دقيق للإمكانيات والحاجيات. أكيد الطريق مازال طويل، والصناعة الدفاعية كتتطلب استثمارات ضخمة وصبر وتراكم خبرة، ولكن الخطوة الأولى الدارت وهي الأهم. كل دفعة جديدة من العتاد المصنوع محليا غادي تعزز الثقة سواء عند صناع القرار أو حتى عند الشركاء أو حتى عند الرأي العام. في النهاية تصنيع مدرعات واب 8 على 8 في المغرب ماشي غير إنجاز صناعي أو عسكري، ولكن رسالة واضحة بأن البلاد عازمة تعزز سيادتها وتحمي أمنها القومي بوسائلها الخاصة، وتفرض موقعها كقوة إقليمية صاعدة كتجمع بين الدبلوماسية والاقتصاد والدفاع في مقاربة متكاملة كتخدم الاستقرار والتنمية في آن واحد.